يوم وقفة العيد الكبير اللي فات بمحافظة المنيا في قرية اسمها جليني باشا تبع المركز مغاغة بتحصل حادثة محزنة جدا، قتل فيها شاب أمه وبعدها قتل نفسه، لأن أمه ما كانتش أم عادية، دي كانت أم وأب وست قلبها مليان رحمة وما بتسيبش حد في دقيقة أبدا. ابنها اللي بنتكلم عنه النهاردة هو شاب اسمه شريف وعنده 33 سنة، وأمه اسمها الحاجة سعاد وبتشتغل ممرضة، وكانت معروفة في المنطقة بتاعتها بسبب شغلها ولأنها ست تعبت كتير جدا بعد ما جوزها مات وربت عيالها من هم صغيرين اللي هم شريف وأخته كمان، فكانت قادرة توفق بين بيتها وشغلها وما قصرتش أبدا في إنها تاخد بالها منهم وقدرت تربيهم تربية كويسة. والست دي أصلا كانت متدينة وكانت لسه عاملة عمرة قبل الحادثة بكام شهر، وكمان الناس كانت بتحبها لأنها كانت بتقف جنب أي حد، وأي حد كان يتعب في المنطقة ويحتاج ممرضة لو الفجر الحاجة سعاد ما كانتش بتأثر وبتروح له، بس ابنها من كتر ما اعتمد عليها وهي ما قصرتش طلع شاب طايش وما بيشتغلش، وهي اللي بتصرف عليه وملبياله كل طلباته، وبرغم إنه كبر ومش معتمد على نفسه لكنها برضه ما قصرتش معاه، أكل شرب حتى اللبس هي اللي كانت بتجيبهوله، وانا شايفه ان دي كانت غلطه منها هي، وللاسف هي برضو اللي دفعت الثمن. ولما كانت الناس بتقول لها كده غلط كانت بتقول اهو بدل ما يمد ايده لحد ولا يشوف طريق غلط يجيب منه الفلوس، بس الاعتماديه دي هي اللي ضيعته، ومع الوقت ومن كتر ما هو فاضي وما وراهوش حاجه بقى يشغل وقته بانه يتعاطى مخدرات. ولما عرفت الحاجه سعاد بقت دايما في خناق هي وهو، وكل يوم والتاني بقى الناس تسمع صوتهم وخناقهم، بس الوقت كان فات على كل ده والمخدرات كانت اتمكنت منه، وطبعا مامته ما قصرتش وحاولت تعالجه كذا مره لكن فقدت الامل فيه، وبعدها ما بقتش ملاحقه مصاريف عليه لانه عايز فلوس ليه وللمخدرات. بدات خناقاتهم تزيد لحد ما في يوم الوقفه حصلت بينهم خناقه كبيره وكانت اخر خناقه. يوم الوقفة شريف راح لها وكان عايز منها فلوس كالمعتاد عشان يشتري مخدرات، ولكنها رفضت تماما او ما كانش معاها، ربنا يعلم بظروفها. حاول ياخد منها بالعافية والخناق اشتد بينهم وهي فضلت تصوت لحد ما فجأة صوتها ما ظهرش تاني والدنيا هديت وشريف خرج من البيت، والناس فكروا انها خناقه عاديه زي كل يوم والموضوع خلص. ومفيش ساعه لقوا السويت شغال في بيتها لما واحده جارتها عدت عليها لقيت الحاجه سعاد غرقانه في دمها وفي جرح كبير في رقبتها. فضلت جارتها تصوت لحد ما كل الاهالي اتلموا وكانوا في حاله صدمه، طلبوا الشرطه والاسعاف، ولما جم نقلوها للطب الشرعي، وفي الطب الشرعي لقوها مذبوحه بسلاح في رقبتها. وساعتها اغلب الناس قالت ان اللي عمل فيها كده اكيد شريف ابنها، واللي هي اصلا ضيعت عمرها عليه وعلى خدمته وساعته. وبدات قوات الامن تشدد البحث عنه لدرجه ان الجيران نزلوا صور وبوستات على الفيس وقالوا ان الراجل ده قتل امه واللي يلاقيه بلغ عنه. وكان البحث مستمر ومفيش اقل من 10 ساعات وصل بلاغ لقوات الامن بانتحار شاب تحت عجلات القطر في مركز مغاغة. طبعا اتوجهت قوات الامن وبدات تلم الاشلاء وراحوا بيها للطب الشرعي في المشرحه، وساعتها ظهرت هويته واكتشفوا ان اللي انتحر ده هو اللي قتل الست اللي في المشرحه جنبه اللي هي امه. ودي كانت جريمه من ابشع الجرائم. ما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لقصص وحكاوي اكتر.